عدم السماح للمندسين في تشويه الشعائر الحسينية، لأن الشعائر الحسينية شعائر مقدسة، وهذه الشعائر المقدسة ينظر لها العالم بأسره. أنت صحيح هنا تلاحظ أنت مثلا الدق زنجيل مسوي لك موكب، لكن اليوم العالم عالم مصغر كله تحت يدي أي إنسان يستطيع من خلال أدوات التواصل الاجتماعي أن يرى الشعائر الحسينية. فهذه الشعائر الحسينية شعائر مقدسة، لأنها تقدس وتذكر المسلمين، تذكر المؤمنين، تذكر جميع الإنسانية ومن يحمل الإنسانية بسيد الشهداء سلام الله عليه. فلا تجعلوا أشخاص مندسين يشوهوا صورة الشعائر الحسينية. لاحظنا بهاي الأيام المنصرمة بعض الأفراد على عدد الأصابع للأسف بعض المواكب فيها بعض الأفراد المندسين يحملون صورة غير مشرفة للثورة الحسينية. بعبارة أخرى، وجود بعض المخنثين في بعض المواكب الحسينية. اليوم هاي مسؤولية منو؟ اليوم مسؤوليتكم أحبتي، أصحاب المواكب، أصحاب الحسينيات، أصحاب القضية التي تهدف إلى إقامة الشعائر بأبهى صورة. اليوم لا تطون الذولة، ترى ذولة الاستعمار يعمل علينا من 1400 سنة من الرسالة المحمدية إلى يومنا هذا. يعملون الصهاينة، يعملون ويدخلون مندسين لتشويه الدين وتشويه الصورة الحسينية. لذلك لا أستبعد بأن هؤلاء مندسين، ولا أنت محمر ومكحل ومدقدق وما أدري شنو وجاي شايل زنجيلك وتطبخ وتلطم بنص المؤمنين. هذا على صاحب الموكب، على المسؤولين يقولوا له تعال بني، إما أن تطلع وروح رتب روحك، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه لا يحتاج مخنثين، يحتاج إلى رجال كما وقفوا في كربلاء مع الإمام الحسين سلام الله عليه. رجال يقولون له لو قتلنا وقطعنا ورجعنا إلى الحياة لناصرناك يا أبا عبد الله. هاي نحتاج هالزلم، مو مدقدق، مو مكحل، مو حاط. مشكلة والله العظيم، مشكلة عليكم أحبتي علاج هذه المشكلة. وللأسف منتشرة بأدوات التواصل الاجتماعي بكمية كبيرة. ألاحظ هؤلاء في المواكب موجودين، طلعوهم. الإمام الحسين يحتاج إلى رجال تحمل القيم والمبادئ، مو رجال تحمل صفات اليهود والنصارى.